خبر الحقيقه عمال اقراه ومستغرب. العمري يطلب تجميد حمدي من رئاسه النادي الاهلي ومديريه الشباب ترفض. ان السيد العمري فاروق وزير الدوله لشؤون الرياضه طلب من السيد محمد سويلم مدير الشباب والرياضه بالقاهره تجميد كابتن حسن حمدي كرئيس للنادي بعد الاتهامات الاخيره الموجهه اليه. واستند فاروق في خطابه الى الماده 66 التي تنص على تجميد اي مسؤول رياضي في الانديه والاتحادات المختلفه في حال تعرضه الاتهامات لحين انتهاء من التحقيقات في القضيه. رد الماده او رد المديريه جاء صادما، قالت ان الماده لا تنطبق على رئيس الاهلي لانها تنص على تجميده في حاله احالته الى المحاكمه ولم يتم حتى الوقت الحاضر. ونعم الزماله. الاسبوع اللي فات كانت في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كان بيرقصها كابتن حسن حمدي لوحده. كلهم كانوا مشوا. الراجل فضل قاعد كده صامد قدام الطيار لوحده. والراجل طلب من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي تكريم العمري فاروق باعتباره احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وتولوا الوزاره. طبعا انا هيطلع لي نفي طبعا على الخبر ده. يعني دلوقتي على طول هيطلع نفي مع انه موجود على المواقع من فتره، لكن هيطلع نفي عن الخبر ده. والحقيقه الخبر ده بالنسبه لي مؤلم. مؤلم جدا جدا فوق ما تتخيله. ومحزن ويزعل ويضايق قوي. يا اخي يا اي اخي عشان بس ما حدش يعني. ده حسن حمدي ده تاريخه كله داخل النادي الاهلي منذ ان كان عمره 12 سنه. وحسن حمدي تدرج في مسابقات الناشئين في النادي الاهلي حتى وصل الى الفريق الاول، ثم كابتن وقائد لهذا الفريق، ثم مديرا للكره، ثم عضوا بمجلس الاداره، ثم امينا للصندوق، ثم نائبا لرئيس مجلس الاداره، ثم رئيسا للنادي. وفي عهد وفي عصر حسن حمدي النادي الاهلي انتقل الى الافاق العالميه، والنادي الاهلي حقق انشائيا وكرويا ما لم يحققه اي نادي اخر رغم الامكانيات الضعيفه، وايضا تسويقيا. النادي الاهلي بقى عنده الستورز بتاعته، بقى عنده القناه بتاعته، بقى عنده النادي الثاني بتاعه، وان شاء الله داخل النادي الثالث بتاعه اللي في اكتوبر. بقى مفخره في الجزيره، بقى مصدر للفخر في مدينه نصر. والرجل لا يزال متهما حتى الان في هذا الوقت الصعب اللي احنا بنعيش فيه. اول جمله طلب تجميده. اول كلمه بدل ما تليفون وقلبي معاك يا كابتن حسن وربنا معاك وانا واثق فيك واثق في براءتك واثق في نزاهتك واثق في ذمتك. اول جمله تجميده. اول كلمه تجميده. هل ده مقبول؟ على الهوا هو بوضوح. انا من اكثر من يعشق حسن حمدي بوضوح، ومن اكثر من يحترم حسن حمدي، ومن اكثر الناس علما بانه رجل نظيف اليد بوضوح شديد جدا. وهتحمل مسؤوليه كلامي وكل الناس وانا جاي قالوا لي عشان خاطرنا يا كابتن خف شويه، عشان خاطرنا خف شويه. لانه كان الكابتن حسن عنده مشاكل او قضايا هو اكيد هيقدر يدافع عن نفسه اكتر مني يعني بالتاكيد يعني. بس خلي بال حضراتكم بقى من امبارح المواقع بتاع الخطيب، فتحي مبروك، عماد اليماني، احمد شوبير، جوهر نبيل واسماء، والكسب غير المشروع. واحد تاني قال لك ضبط واحضار. يا عم ضبط، ما احنا متنيلين على الهوا معاك اهو. ضبط واحضار ايه؟ ما هو ضبط واحضار ايه؟ او بيوتنا عناوينها معروفه، او الاماكن اللي بنبقى موجودين. ضبط واحضار ليه؟ هو في هروب؟ ما ده معاك على الهوا، مصر كلها تتفرج علينا. ايه ده؟ ايه نجيب مقص ونقص الالسنه ولا نعمل ايه؟ يعني قولوا لنا مطلوب ايه؟ قولوا لنا الخريطه اللي نمشي عليها. قولوا لنا خارطه الطريق عشان نتجنب اي مشاكل. انتوا بتتكلموا على حريه وعلى عداله اجتماعيه. الحريه انك تنقد بلا خروج عن النص، لكن من يخرج عن النص هو الحبيب الغالي دلوقتي، هو الجميل. تعالى في حضن عمه يا حبيبي. جان مارك جيو ولا ده مش عارف ايه بيو ده، هو ده دلوقتي اللي شغال. الشغل اللي ماشي ده دلوقتي وعلى عينك يا تاجر وامام الوزير وامام الدوله ومفيش مشاكل. والانتخابات بكره، والانتخابات بكره.
وده بيحصل، والرسائل متوزعه، انا بعتها لي حوالي 15 نادي بعتوها لي. حبيب قلبي على راي احمد القرموطي، احمد ادم القرموطي، حبيب قلبي دلوقتي، ده حبيب قلبي. لكن رمي الناس كده في قضيه، هو الراجل قادر انه يدافع عن نفسه، وربنا باذن الله عز وجل وبامر الله وبدون مقاطعه يظهر براءته بامر الله سبحانه وتعالى. انا اثق تماما في هذا الرجل بوضوح شديد جدا، ليس تدخلا في القضاء ولا شيء، بس انا اتربيت في هذا النادي وعارف اخلاقيات ابنائه شكلها ايه، وعارف سماتهم شكلها ايه، وعارف احترامهم لنفسهم شكلها ايه. حسن حمدي ده دخل مليارات للاهرام وهو بيشتغل في الاهرام. لو كان مخطئ انا لا ما اقدرش اتكلم خالص يعني، بس انا بتكلم على احاسيس شخصيه. ايه ده يا راجل، سكينه بتمزع بيها قلبه. الو ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ بالتوفيق ان شاء الله، ربنا معاك يا كابتن. ده ابسط كلمه، تجميد عضويته. وعجبني خبر انه الكابتن حسن هيجتمع مع اللعيبه قبل مباراه سانشاين، وده كان خبر مهم جدا. قد انه يكون صلد وقد انه يكون قوي. في الحقيقه كنت اتمنى انه يطلع نافي حتى لو بالكده، بس خبر صحيح 100% عشان تبقوا عارفين يعني 1000% يعني، وكانت اتصالات هاتفيه يعني 100% يعني. انا الحقيقه والله العظيم ما مصدق يعني، الحقيقه لما اجي اشوفها كده او احسبها اندهش. ده احنا كنا على ترابيزه واحده لحد شهرين، كنا قاعدين جنب بعض ونختلف في المواقف والبتاع، كل ده طبيعي جدا، لكنه خبر عجيب وغريب يعني. السيد العمري فاروق اكد ان الدوري هينطلق في موعده، وقال انه كان امبارح في مجلس وزراء ومحدش اتكلم، واللي قال لك التصريح اللي بيتقال على لسان وزير الداخليه عشان انتخابات مجلس الشعب وكده ده غير صحيح، وانه الدوري في ميعاده خالص، ده كلام نهائي. وقال ما حدش بلغنا والخبر مش صحيح، وقال ان الدوري في موعده، وان غدا لنظره قريب، غدا اللي هو يوم 17 بامر الله.